عليكم، ازيك يا احلى المتابعين؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. العيد خلاص قرب، بين في العشر الاواخر. بتاخر معلش في الفيديوهات، بس الواحد في رمضان الوقت بيبقى ضيق جدا. النهارده ان شاء الله هعمل اكله كده سريعه وخفيفه وحلوه قوي. هعمل سمبوسه بالجبنه اللي هي الجبنه الدومتي دي، ومحضره فلفل رومي، ومحضره كمان زيتون. ده تمن زيتون مخلي عامل تقريبا 14 جنيه. ومحضره مكرونه اسباجيتي. هعمل ان شاء الله آه، نجريسكو، او اللي هي المكرونه بشاميل بالفراخ. فهعملها بالمكرونه الاسباجيتي. وده مش الكيس كله، لان الكيس اللي كان عندي كان كيلو. حطي 3/4 بس، او ممكن تحطي نصه عشان بيبقى الكيلو كتير قوي. عندي هنا صدر فرخه انا خلياه، وكمان كنت غسلاه بملح وفلفل عشان كده تلاقوا عليه نقط سودا كده. كان مغسول ومنقوع في ميه يعني زي ما بتغسلي كده الفراخ عشان الزفاره، ميه بدقيق بملح بخل بليمون، وكمان بحط عليه فلفل اسود. فهبتدي ان انا اقطعه كده مكعبات، وهفرمه في الكبه عشان عايزه اعمله اكنه زي العصاق كده بالظبط، بس اعمله فراخ يعني مش لحمه. فعندي هنا بصلتين كده صغيرين، هضربهم في الكبه الاول. هضربهم في الكبه عشان دول اللي انا هبدا اسويهم يعني الاول. و وبعد كده هخلط كمان الفلفل الرومي. وبعد كده هفرم الفراخ. والفراخ على فكرة لحمة الفراخ بتتعمل في الكبة سهلة جدا عندك في البيت. فحطيت الاول شوية يعني شوية سمنة كده على زيت. انا بحط سمنة بسيط خالص وبكمل الباقي زيت. وحطيت البصل ودبلت البصل كده بشوية ملح وفلفل. وبعد كده نزلت عليه بالفلفل الرومي. ممكن تقطعي كل ده على ايدك يعني، مش شرط في الكبة. وبعدين حطيت صدر الفرخة، حطيته يتفرم. هو كمان بيتفرم بمنتهى السهولة، اسهل من اللحمة يعني. بعد كده هبدأ انزل بالفراخ المفرومة دي على البصل والفلفل الرومي. وممكن اي فراخ على فكرة، مش شرط الصدر يعني، ممكن يبقى وراك اللي انت عايزاه. حتى لحمة الوراك بتبقى احلى، بتبقى جوسي اكتر. هبتدي ان انا اقلبها كده، وممكن يتشال الفلفل الرومي يبقى بصل والفراخ بس. اقلبها كده، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، زعتر، وتوابل فراخ، وكمان حطيت كاري. تمام. ونبتدي ان احنا نديهم. وعايزه تحطي كركم برضه حطي كركم، بس انا بحط كركم بسيط لانه بيغير الطعم. عندي ده الزيتون المخلي، خدت بس منه حبة صغيرين واديتهم برضو ضربة في الكبة، ما يتعسروش، لا انا عايزاهم يتقطعوا حتت صغيرة. وحطيتهم في الاخر خالص يعني، انا كده طافية النار وبقلب. تمام، في الاخر خالص عشان ده المفروض ما يطولش النار يعني. خلصنا كده، سلقنا المكرونة وعملنا الفراخ. نبتدي نعمل بقى البشاميل. حطيت شوية سمنة على زيت، وحطيت شويه الدقيق. انا ما بعرفش احط مقادير معينه، انا بقعد اظبط كده يعني السمنه مع الدقيق زي ما انتم شايفين كده. هتلاقي تحس ان الدقيق شرب السمنه، بس في نفس الوقت سايح نوعا ما. هديله كده تقليبه بالويسك ده عشان يستوي. زي ما انتم شايفين تحس ان هو ساح كده عشان يستوي. لما تشم كده ريحه الدقيق يبقى هو كده استوى. احنا كده بنضيع طعم الدقيق. وهبتدي انزل بشوربه ولبن. الغلطه بقى اللي انا غلطتها هنا ولقيته كلكع معايا كده زي ما انتم شايفين، ان انا نزلت بالشوربه كانت سخنه. الافضل تنزلوا بالحاجه بارده. ونزلت اهو بالحليب. الافضل ينزل بارد الاول وتسيبيه يتخن على النار، هتلاقيه ما يكلكعش معاكي ابدا. طبعا قعدت اعمل بالويسك كده لغايه ما فك معايا. وبعدين هحط بقى شويه ملح وكده كده في فلفل في الشوربه فبس. وفي ناس بتحط يعني اي توابل انت عايزاها حطيها، وفي ناس بتحط بيض، اللي انت عايزاه. في الصينيه بقى البايركس هبتدي انزل بالمكرونه سباكيتي، او اي نوع مكرونه على فكره. حتى لو ما عندكيش مكرونه قلم اعملي اللي عندك يعني، الدنيا مش هتقف خالص. هنعمل طبقه طبقه مكرونه. وانا بس بحط عليها شويه بشاميل من تحت بس. وبعد كده هنزل بطبقه الفراخ. وبعد كده هنزل بطبقة بطبقة مكرونة. وبعد كده طبقة البشاميل. وفي ناس بقى بتمسك المكرونة مع الحشوة وتقلبهم كلهم مع بعض، ما بتعملهاش طبقات. ودي حلوة ودي حلوة يعني، اللي انت عايزاه او اللي انت متعودة عليه اعمليه.
تمام. انا عايزه اقول لكم كميه المكرونه كانت كبيره، فانت المفروض تقللي كميه المكرونه عن كده، بس انا عشان كنت عامله صينيه عملاقه يعني ده كفاني 3 ايام. بحب انا اطبخ يعني الاكل يكفيني كذا يوم عشان انا بشتغل وكده، عشان الواحد مش كل يوم بقى يقف في المطبخ مع الصيام. فخلصنا كده وما بحطش بيض خالص فيه، وهبتدي ادخله بس ينشف شويه ربع ساعه في الفرن، وبعد كده بولع عليه الشوايه ياخد وش. هعمل بقى السمبوسه، وانا كنت عملتها لكم قبل كده بالجبنه الرومي، اما دي بقى جبنه فيتا او جبنه اللي هي اسطنبولي بتاعت دومتي دي. بفضلها يعني مفضله عن اي نوع تاني، يعني حتى هي نبات الدهن بس نظيفه، في انواع تانية مجهوله المصدر كده. فحطيت الجبنه وحطيت فلفل رومي متقطع صغير في الكبة، او ممكن تقطعيه على ايدك، وزيتون مخلي متقطع صغير. وده انا بحط هنا شوية شطة او بابريكا، ودول شوية زعتر، حاجات تطعم لي الجبنة بس. وكمون، انا احب انا قوي يعني الكمون على الجبنة، يعني عشق بالنسبة لي، خاصة لو جبنة قريش يعني بحط عليها كمون كده وشطة. المهم نبدأ بقى نلف السمبوسة بتاعتي. فهبدأ كده اجرب لكم كده يعني لفتين. دي كده اللفة الاولى، واللي بيفضل في الاخر ده انا بروح مدخلاه في اختها كده زي ما انتم شايفين اهو، يعني شايفين كأنه ظرف كده يعني. وممكن تروح حاطه شويه دقيق وشويه ميه ونلزق بيه. الطريقه التانية بقى ان انا هبدأ اعمل قرطاس كده، والقرطاس ده هبتدي ان انا احشيه جبنه، وهبتدي الفه بنفس الطريقه، بس هتلاقي شكل المثلث مختلف شويه عن التاني يعني. فبرضه هنبتدي ان احنا نلف. والصراحه انا لقيت يعني هنا بلف على ايدي، بس اللف على الطبق افضل، وادخلها برضو في الظرف ده كده بالطريقه دي. لكن السبرينج رولز لازم تتلزق بشويه دقيق. بصوا دي مربعه والتانية مثلث قائم كده، بس الشكل مختلف. وهبتدي ان انا اقليها، او بتتحط في الفرن. وكمان حطيت الصينيه هي بعد ما طلعت في الفرن خدت وش بقت تحفه. والسمبوسه هي لفتها كلها، وانا بحطها في كيس في التلاجة، لان السمبوسه اللفه بتعمل كتير جدا، فكفت معايا عايزه اقول لكم 3 ايام. يعني انا عملت ادي طاسه اهي، وعملت زيها. ويعني عايزه اقول لكم ان لفه السمبوسه بتعمل 6 طاسات، 6 طاسات من اللي انتوا شفتوها دي. هبتدي بقى ان انا اعمل حاجه حرشه كده. فقلت كان عندي كام طماطمايه، قلت والله لا اعمل طماطم مخلله، ما عملتهاش معاكم قبل كده وبتبقى جميله قوي. فكان عندي شويه توم، وعندي هريسه شطه، ما كانش عندي فلفل رومي بقى تاني. وحطيت شويه خل، يعني حطيت شويه توم، والاحمر ده هريسه شطه بس ما كترتش انها حرقه جدا، وشويه خل وفلفل وكمون وكزبره. اديت لهم كده تقليبه، وهوريكم احنا هنعملها ازاي. وحطيتها وزودت خل، وممكن تحطي ليمون. فانا استسهلت ما حطيتش ليمون. بتمسكي كده الطماطمايه، ونبتدي ان احنا نعمل لها علامه اكس كده، يعني نقطعها بس مش للاخر زي ما انتم شايفين. بس هكمل كل بقى الطماطم بنفس الطريقه، وهبتدي ان انا احشي الطماطم بالخلطه دي. عايزه اقول لكم بتبقى تحفه الطماطم المخلله دي. هي الطماطم غاليه، بس انا بصوا انا عامله مكملش يعني 6 طماطميات ولا 8. فلا جربوها حلوه جدا. وطبعا نفس الخلطه دي بتتعمل بيها بتنجان، يعني إذا عملتها بتنجان رومي قبل كده معاكم، او بتنجان عروس، يعني زي ما انتم عايزين. وشكلها تحفه. بتبدا تنزل بقى ميتها بسبب الملح والتتبيله. والسمبوسه اهي انا قليتها، بس ممكن تدهنوها بدهن زيت وتتحط في الفرن، تتحط في الاير فراير، فمش مشكله. حطيت دول كده على جنب، لان كان في طاسه تانية بقليها. وادي كده الاكل بتاع النهارده. وكمان الترشي اللي انا عامله برضو اللفت في البيت. ادي المكرونه، وكان عندي شوربه كمان من قبلها بيوم برضو حطيته، عشان الواحد يملى الاساسي الشوربه دي يعني في افطار رمضان. ودي كانت السفره المتواضعه بتاعتي. اكله بسيطه خالص وسريعه، ما تاخدش معاكي ساعه بالظبط. هعمل بقى شويه عصير. انا مش عارفه الكاميرا اللي بتعمل كده، بس ما علينا. اعمل شويه عصير. عندي ده جزر مسلوق، وعندي كمان جوافه لحقتها بقى قبل ما تبوظ مني، فقلت لا خلاص نبدا بقى نعملها عصير. حطيتها ببذرها بكل حاجه، وحطيت تقريبا دول كوبايه لبن، وكملت الباقي ميه. اللبن غالي يا جماعه، فاحنا ايه مش هنحط كله لبن. وحطيت سكر حسب الرغبه، السكر اللي انت عايزاه حطيه، بس انا ما بحبش احط سكر كتير.
حطيتها ببذرها وبعدين صفيتها، وممكن انت تشيلي البذر من قبل ما تعمليها بس عشان ما يهدرش بس. فحطيته في المصفى دي وهبتدي ان انا اقلب لغايه ما تصفي البذر بتاعي كله. وانا بحبها تبقى تقيله كده وحلوه، يعني ممكن تخفيها كمان عن كده. وطبعا ممكن بدل الليمون بدل اللبن عصرة ليمون، يعني على الجوافة بالذات، مش شرط لبن خالص او الحليب يعني. فالعصير التاني بقى حطيت جزر مسلوق، وحطيت دول 4 برتقان انا عصراه بالعصارة اليدوي بالتفل بتاعه، انا بحب احطه بالتفل بتاعه. وحطيت كمان شوية سكر كده، وهبتدي برضو ان انا اضربه، برضو كان تقيل. فهوريكم القوام بتاعه، الاتنين كان قوامهم حلو بالنسبة لنا، قوامهم يعتبر حلو. فبيبقوا حلوين قوي في رمضان العصاير الفريش دي، خاصة رمضان جاي في الشتاء، فالحاجات الفاكهة بتاعت الشتاء بتبقى حلوة في العصاير. شايفين اللون بتاع اللي هو عصير البرتقال من الجزر تحفة قوي. فده كان بقى الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واي استفسار وتعليق اكتبوا لي تحت في التعليقات. سلام.